كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في حارة قديمة من حواري مصر، حارة ضيقة البيوت فيها لازقة في بعض، والنور بيطفي بدري والليل فيها تقيل وساكت. في الحارة دي كل الأمهات كانوا متفقين على كلمة واحدة: اوعى تخرج بعد المغرب عشان أبو رجل مسلوخة. والعيال نصهم كان بيخاف ونصهم كان بيضحك ويقول خرافات، لكن محدش كان بيضحك لما يجي الليل. كانوا بيقولوا إن أبو رجل مسلوخة راجل طويل قوي، رجل واحدة سليمة والتانية مسلوخة، وبيمشي وهو بيجر رجله على الأرض وصوته ما يتسمعش غير بالليل، نفس تقيل وزمجرة تخوف الحجر. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه سعيد، ولد شقي ما يسمعش كلام أمه قالت له اوعى تخرج بعد المغرب، الدنيا ضلمة وأبو رجل مسلوخة بيطلع بالليل. ضحك سعيد وقال يا ماما بقى، هو لسه في الكلام ده كلام جدتي. وأول ما المغرب أذن سعيد لبس الشبشب وطلع من البيت. الشارع كان فاضي، الهوا ساكن ولا كلب بينبح، وفجأة سمع صوت وراه. وقف لف وراه ومفيش حد، قال في نفسه أكيد قطة وكمل مشي. الصوت قرب قرب قرب، وفجأة من آخر الشارع بان ظل طويل. الظل اتحرك للنور وسعيد شافه راجل طويل قوي، وشه مش باين وعينه حمرا، ورجله التانية كانت مسلوخة. وأول ما اتكلم صوته كان زي الحجر: تعالى يا ولد. سعيد قلبه وقع في رجليه، جري بكل قوته، جري في حارة، لف في حارة تانية، وقع، قام والصوت وراه. كان كل لما سعيد يتعب الصوت يقرب، وفجأة شاف باب بيت مفتوح، دخل استخبى، والصوت وقف قدام البيت وسكت سكات يخوف. الصبح طلع وسعيد رجع البيت وشه أصفر وعينه مليانة خوف. من اليوم ده عمره ما خرج بعد المغرب، عمره ما استهزأ بكلام أمه، وكل لما يسمع صوت رجله بتجر على الأرض قلبه يدق. وكان دايما يقول أبو رجل مسلوخة مش خرافة، هو تحذير. أتمنى تكون عجبتكم الحكاية، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد من قناة جوكا ستوريز. وباي باي.